وانت ماشي كده فجأة تقول وقلت سلام وانا في قلبي بداري ان وجع قلبي. ليه؟ تحليل فني سريع لأغنية وقلت سلام لنبيل الجديدة اللي كل المطربين على كل البلاتفورمز بيغنوها. الأغنية دي من أكتر الحاجات اللي بتقولك مش لازم تعمل أوركسترا في التوزيع عشان تطلع أغنية حلوة، بالعكس جدا ممكن بمنتهى البساطة في التوزيع مع قوة الكلمات مع بساطة اللحن تطلع لك لوحة فنية. نزلت قابلته ومفكر بإني زعلنا متبخر. الأغنية دي فيها بطل مظلوم جدا، هو البناء الدرامي للأغنية. انت حرفيا بتشوف مشهد وبتشوف عقدة وبتشوف حل وبتشوف لوم وبتشوف قصة مصغرة في أغنية. طيب تعالوا نبتدي بالكلام. الكلام في الأول رسم لنا مشهد، المشهد كله قايم على التوقعات، ومعروفة ان التوقعات اكتر حاجة بتكسر. مفكر اكيد هيقولي، اكيد هيعمل، اكيد هقوله وحشتني، اكيد هيرد عليا، ولما هقوله وحشتني أكيد هيقولي وانت أكتر. كلها توقعات. يجي اللحن يرسم لنا فعلا ان دي بداية قصة، مفيش اي قفزات لحنية في الموضوع هادي جدا كأنك بتسمع حد بيحكي حكاية، بس الحكاية دي كلها مبنية على التوقعات اللي في دماغه، لحد ما تيجي اللحظة اللي بتوصفها الكلمات ان احنا خلاص بقى دخلنا في الواقع بمد ايديا. خلاص هو دلوقتي بيمد ايده، كل بقى التوقعات اللي في دماغه راحت. بمد ايدي قال لي مفيش ما بينا حاجات عشانها نعيش. وتيجي الصدمة والجملة اللي بجد معرفش اتكتبت ازاي بالمعنى القوي ده، ببص في قلبه ملقتنيش. ببص في عينه شفت دموع، ببص في قلبه ما لقيتنيش. كنت مفكر وكنت هقوله وهو كان هيقولي، بس لما مديت ايديا في الواقع بقى بجد ببص في قلبه ملقتنيش. ندخل بقى على السينيو وقلت سلام وانا في قلبي بداري ان اتوجع قلبي. وقلت سلام وانا في قلبي بداري ان اتوجع قلبي. في العادة لو حد بيحكي الموقف ده هيقولها بفخامة ان دي لحظة الانتصار، فهيقولوا قلت له سلام ورحت ماشي. بس كلمة سلام هنا جت بمنتهى الهزيمة اللي في الدنيا، انه قال ايه وقلت سلام وانا في قلبي بداري ان اتوجع قلبي. قمة الهزيمة. يعني اي شخص تاني وهو بيحكي القصة دي هتبقى دي لحظة الانتصار بتاعه، كبريائي قلت سلام وانا في قلبي خلاص كده. بس الحقيقة اللي في الاغنية ان كلمة سلام هنا كانت منتهى الانكسار والوجع والهزيمة اللي في الدنيا كلها. انا قلت سلام ببقي وبتصرفاتي بس انا قلبي ما قالش كده. نزلت قابلته مفكر بإني زعل متبخر، أكيد هيقول لي وأنت أكتر. توقعات واقع خلاص. قلت سلام وأنا في قلبي بداري إن اتوجع قلبي. مشيت وكرامتي منعتني هي دي أبين حاجة وجعتني، ما قلت سلام. ندخل بقى على البيت التاني عشان يتحول الكلام من الموقف مع حبيبه لكل اللوم لنفسه. يا ريت يا ريتني يا ريت كتير قوي، عمال يعاتب نفسه بشكل مش طبيعي. هقول له كنت هعمل كنت هسوي، كأن خلاص الحساب مع نفسه بقى مش ممكن، لها افعال مستحيلة المفروض كانت تحصل زمان بس خلاص. عشان تيجي بطلة الفكرة بتاعت الأغنية اللي هي ليه عملت ساعتها حساب للناس وما عملتش حساب نفسي. كل المكابرة وكل الكبرياء وكل الحسابات دي كلها ملهاش اي لازمة في الوجع اللي انا فيه دلوقتي، وان احنا ضيعنا حاجة كبيرة. طيب الكلمات لمصطفى ناصر، ابداع في الكلمات وفي وصف المشهد والترتيب الدرامي والبناء الدرامي بتاع الاغنية بشكل مش طبيعي. الحان تيام علي اللي عمل السهل الممتنع، عمل لحن بيحكي الكلام حرفيا. الحتت اللي محتاجة فعلا ان هي يبقى فيها قفزة لحنية حطها، الحتت اللي عايزة تتحكي بمنتهى البساطة حطها، فخلانا قدام مسرحية. التوزيع والميكس والماستر لإلهامي دهيمة او ادهم دهيمة، المفروض يعني ان انتوا تفتكروا ان التوزيع ده بسيط، بس التوزيع ده كان اكتر حاجة لايقة على الاغنية دي. الاغنية دي مش محتاجة اكتر من ده، السكوت من كل حاجة عشان تظهر جملة وقلت سلام وانا في قلبي. بص السكوت، وقلت سلام وانا في قلبي بداري ان اتوجع قلبي. بص الموسيقى تفضل تتدرج ازاي. مشيت وكرامتي
اهي. وقلت سلام وانا في قلبي بداري. يجي النبيل بقى، البطل اللي مثل لنا كل حاجة بصوته، كل حاجة بكل كلمة ظاهرة في احساسه. مبدئيا نبيل خامة صوت مميزة جدا، خامة صوت مش بتتكرر كده زي بهاء سلطان. بجد اقدر اقولها بمنتهى علو الصوت ان نبيل خامة صوت مش بتتكرر كتير. احساسه مش طبيعي، احساسه بكل كلمة سهل ممتنع، بيقول الكلمة بمنتهى البساطة بس صوته بيعبر عن كل كلمة بشكل مش طبيعي. فاحنا قدام عمل يتقال بكل اريحية، عمل عظيم. والعمل العظيم ده تلقائي بيأثر على الناس، بيخلوهم يحسوه فيغنوه. علشان كده بمنتهى البساطة لقينا كل البلاتفورمز، كل الفنانين اللي فعلا بيقدروا قيمة الفن بيغنوا الأغنية دي وحبينها. أنا هعمل لكم فيديو تجميع لكل الأصوات اللي أنا حبيتها جدا لما غنت الأغنية دي، عشان تحسوها بكذا إحساس، بكذا خامة صوت، بكذا لهجة، بكذا حاجة. كلهم حاسين لأن الأغنية حقيقية، الأغنية بجد حقيقية، أغنية كده مش بتتكرر كتير، بتيجي كل فترة. عشان كده كنا محتاجين نتكلم عنها. أنا عايزة أطول أكتر، يعني عايزة أكلمكم عن تفاصيل اللحن، تفاصيل التوزيع، الآلات، حاجات زي كده. بس أنا كنت مختارة أن أنا نتكلم أكتر عن الحالة ككل يعني. بس الأغنية دي من جمالها هتحتاج كذا فيديو، فاحنا هنتكلم أكتر في الفيديوهات اللي جاية. في الكومنتات بقى حبيتوا الأغنية، سمعتوها كتير، علقت معاكم من أول مرة زي ما علقت معايا؟ ايه أكتر أغنية حاسين إن احنا محتاجين نتكلم عنها الفترة اللي جاية؟ اكتبولي في الكومنتات. تحليل اللحن،